سنة 1975 في مدينة ليلي الفرنسية في دكتور اسمه سيولو متخرج من كلية الطب. جاته مكالمة من واحد من معارفه بيسأله ايه رأيك ترجع بلدك وتقبض كتير، بس هو كان رفض الفكرة. بعدها كان قاعد مع صحابه، كل واحد فيهم كان بيقول هيعمل ايه بعد التخرج، ولما اصحابه سألوه هتعمل ايه قال لهم انا عايز افضل هنا، بس المشكلة اني لازم اخد الجنسية. بعدها جاء واحد سيولو بيسأل مين ده، قالوا له الراجل ده عمدة قرية في الريف محدش يعرفها، بيدور على دكتور يجي يشتغل في القرية ويقدر يديك الجنسية. سيولو أول ما سمع الكلام ده راح عند العمدة واداله الشهادة، وسيولو قال له أنت أكيد تقدر تديني الجنسية لو اشتغلت في القرية. العمدة قال له أنا بقالي فترة طويلة بدور على دكتور، أنت ما تنفعش، أنا عايز حد يفضل في القرية. سيولو قال له أنا ممكن أجيب عيلتي عادي يعني. العمدة قعد يضحك ويقول أكيد مش هتعجبهم، إحنا في الريف مش باريس، عندنا الجو برد ومطر وطين، أنت ما تنفعش. سيولو بص عليه قال له عشان أنا أسمر؟ العمدة قال له المشكلة إنه في القرية عندنا عمرهم ما شافوا واحد أسمر. سيولو قال له مش مشكلة، أكيد هيجي اليوم اللي هيشوفوا فيه حد أسمر. سيولو بيكلم مراته وبيقول لها إنه عايز يجيبهم ويعيشوا معاه في قرية شمال باريس، بس آن ما سمعتش غير كلمة باريس، وكانت سعيدة جدا إنها هتعيش في باريس وهتتمشى في الشانزليزيه، وأهلها كانوا فرحانين لها، وجوزها المسكين كان عايز يفهمهم بس ما قدرش يقول لها لأنها كانت فرحانة بباريس. العيلة وصلت القرية، الجو برد ومطر. أن قالت لجوزها ده برج ايفل، دي باريس. بعدها جه العمدة وخدهم وخلاهم يشوفوا آثار القرية وقال لهم إنها محصنة من الغزو. أن قالت مين الغبي اللي هيهجم على القرية دي؟ العمدة وصلهم البيت اللي هيسكنوا فيه وادالهم عربية قديمة. سيولو بيوصل العيال المدرسة. في أول يوم ليهم العيال في المدرسة اتجمعوا وقعدوا يتريقوا عليهم لحد ما المدرسة بهدلتهم لأنهم رفضوا يقفوا مع زميلهم الجديد. وأن وهي راجعة البيت الناس كانوا بيوصلها وهم مستغربين. والدكتور سيولو في العيادة جت أول مريضة وكانت حامل، وأول ما شافت الدكتور اتوترت وخرجت من العيادة من غير ما يفحصها. بعدين بيرن التليفون، مزارع بيطلب منه انه يجي يفحصه في المزرعة، ولما راح هناك الراجل شافه من بعيد وضرب نار عليه. الدكتور هرب. وفي الليل العيلة متجمعة على الأكل، والأطفال بيقولوا ازاي زملائهم كانوا بيتريقوا عليهم والإحباط كان باين عليهم. أبوهم حاول يخفف عليهم وقال لهم احنا محدش يعرفنا، لازم نتعب شوية عشان يحبونا، وانا النهاردة رحت المزرعة والمزارع أول ما شافني ضرب نار وانا هربت زي الأرنب. بنته قالت له دول كمان مش بيخلوني ألعب معاهم. رد عليها وقال لها أحسن عشان تركزي في المذاكرة. العيادة فاضية. ولما جه العمدة يطمن عليه جه واحد اسمه لافين هينافس العمدة في الانتخابات الجاية، وقال له العمدة بقاله 3 سنين مش عارف يجيب دكتور، بس يلا انت حل مؤقت لحد الانتخابات الجاية. الدكتور قال للعمدة انا كنت حل الاخير بالنسبة ليك. العمدة قال له انا حذرتك بس انت اللي اصريت تيجي. في مزارع طيب اقترح عليه يقعد مع الناس ويتعرف عليهم اكتر. في البداية كانوا مستغربين، بعدها بدأوا يتعودوا عليه وهو كان بيتعرف على الناس. بس العيادة لسه فاضية، القرية متجمعة وواقفين دقيقة صمت. قرايب الدكتور ومراته جايين يزوروهم، واهل القرية اتضايقوا منهم. وفي واحد كان بيحس بألم. الدكتور اقترح عليه يجي يزور العيادة. الدكتور كان سعيد جدا انه هيستقبل اول مريض. ولما رجع البيت مراته خبت فاتورة التليفون اللي كانت كبيرة لانها بتكلم قرايبها دولي. وفي اليوم اللي بعده المريض جه وجاب معاه اخوه والدكتور فحصهم، ولما جاء وقت الحساب خرجوا من العيادة من غير ما يدفعوا واتريقوا عليه، انت فاكرنا غبية عايز تاخد مننا فلوس؟ اهل القرية مشكلتهم انهم بيستهينوا فيه وعندهم اعتقاد انه الراجل ده ممكن يكون ساحر بس مستحيل يكون دكتور. الدكتور رجع البيت وشاف الفاتورة الكبيرة. المشكلة انه مفيش مرضى بيجوا العيادة ومش هيقدر يدفع. مجلس القرية بيناقش الوضع الصحي. لافين اللي نازل قصاد العمدة في الانتخابات الجاية قال للدكتور سكان القرية خايفين منك وبيروحوا عند الدكتور اللي في القرية اللي جنبنا، احنا لازم نشوف دكتور تاني. الراجل اللي اسمه لافين هيستغل فشل العمدة لانه جاب دكتور محدش بيروح له، والعمدة قال للدكتور انت معاك مهلة لحد الانتخابات. الدكتور كان زعلان، واللي زعله اكتر ابنه لما سأله انت دكتور حقيقي؟ لانه العيال في المدرسة بيقولوا مفيش حاجة اسمها دكتور اسمر. الدكتور طمن ابنه وقال له ما تخافش، هيتأكدوا ان انا دكتور بس اصبر شوية، الفواتير كتيرة والدكتور معوش فلوس يدفع. عشان كده قرر انه يساعد المزارع بس ما قالش لمراته. ان انتبهت ان جوزها ما بيردش على تليفون العيادة وبيرجع في الليل متأخر، فبدأت تشك فيه وهتلحقه وهتراقبه من بعيد. بس هو شافها وقال لها انا اسف، خبيت عليكي، انا اتكسفت اقولك. المزارع الطيب
طيب راح المطعم وقال لأهل القرية الدكتور سيولو بيشتغل معايا في المزرعة لأنكم ما بتكشفوش عنده. أنا هديكم فكرة، يا ريت السنة الجاية تزرعوا الأغبياء لأنهم بيطلعوا أكتر من القمح في القرية دي. الواد الصغير جاب زميلته في المدرسة، البنت عندها مرض جلدي وقال لأبوه تقدر تعالجها؟ قال له أكيد أقدر أعالجها. العيلة أخيرا عاشوا يوم جميل لما نزل التلج. وفي ليلة راس السنة العيلة اتجمعت، وبعد ما خلصوا أكل جاء راجل الدكتور قال له الحقني مراتي بتولد. ولما وصل الست كانت مش عايزاه يلمسها، قال لها مش مشكلة زعقي فيا لحد ما يخرج البيبي. وبعد ما خلصت وجابت ولد جميل اعتذرت الدكتور اللي غلطت عليه. وفي اليوم التاني القرية كلها كانت فرحانة بالمولود الجديد وفرحانين بالدكتور. ولما روحوا الناس بتودع الدكتور والواد الصغير كان فرحان. بابا قالوا لك يا دكتور. العيادة بقت زحمة والناس بقت تحب الدكتور. الكلام ده زعل لافين لأنه الدكتور ده لو نجح في القرية أكيد هو هيخسر الانتخابات، فكان لازم ينخور وراه. البنت كان نفسها تلعب كورة، راحت عند العيال وتحدتهم وقدرت تفوز عليهم. الأستاذ لما شاف موهبتها كلم مدرب الفريق بتاع القرية وقال له تعالى حالا. ولما شافها قرر انه يلعبها في فريق القرية. وفي العيادة الشرطة جت وقفلت العيادة، ولافين كان مبسوط ان العيادة اتقفلت وقال للناس العمدة فاشل، انتخبوني وانا هجيب لكم دكتور جديد. المشكلة ان الدكتور سيولو يتيم وهياخد وقت لحد ما يثبت جنسيته الاصلية ومش هيقدر يشتغل لحد ما يخلص اموره. بعدها القرية جابت دكتور تاني والدكتور كان محبط. بعد ما القرية بقت تحبه دلوقتي عايزين يطردوه. أم البنت الصغيرة اللي بنتها كان عندها مرض جلدي خفت وقعدت تشكر الدكتور وقال لها إذا كنتوا عايزين نبقى انتخبوا العمدة. المباراة بدأت وبنت الدكتور بتجيب أجوان والناس فرحانة بيها. الدكتور اتفاجئ واتبسط لما شاف الناس وهي بتشجع بنته واقتنع إنه الكورة هي اللي خلت الناس تحب عيلته. وجت على باله فكرة، وفي يوم الانتخابات الدكتور خد بنته وراح عند أهل القرية. وفي واحد قال لبنته انتبهي على صحتك، احنا عايزينك تكسب الماتش اللي جاي. الدكتور قال لهم للأسف احنا هنسافر بعد كام يوم وبنتي مش هتقدر تلعب، بس لو عايزينها تلعب صوتوا للعمدة وإلا مش هنقعد كتير. الناس سمعت الكلام ده اتجننت وراحت تصوت للعمدة. والدكتور ومراته راحوا يحضروا مسرحية للأطفال قبل ما تبدأ الانتخابات. المسرحية كان بطلها ابن الدكتور، هيتكلم عن معاناة أبوه الدكتور. اتفاجئ لأنه ما كانش يعرف حاجة عن المسرحية. الدكتور وصل القرية ومحدش بيحبه. بعدها جت الست الحامل وولدها وجابت طفل جميل. بعدها الناس حبته وبنته لعبت كورة والناس حبتها. ولما كان في العيادة جت الشرطة وخدته. الناس كانت بتبص على لافين لأنهم عارفين إنه هو اللي عمل كده. وفي آخر المسرحية الأطفال بيغنوا ولافين زعل ومشي. الدكتور قال المسرحية هي اللي غيرت رأي الناس وخلتهم يصوتوا للعمدة، وعرف إن موهبة أطفاله هي اللي ساعدته يفضل عايش في فرنسا بعد ما كان رافض موهبتهم. العمدة كسب الانتخابات. بعدها القرية قدمت طلب بإعطاء الجنسية الفرنسية للدكتور سيولو وفضل عايش في القرية. ومراته اشتغلت سكرتيرة عنده لحد ما مات سنة 2006. الفيلم ده قصة حقيقية وابن الدكتور ساهم في كتابة الفيلم. وابنه بيقول في يوم الجنازة لما شاف أهل القرية متجمعين كلهم كأنه أبوه حدد لهم موعد كلهم في نفس الوقت، موعد أخير. شكرا، السلام عليكم.